الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده فراخ مشويه بتتبيله مميزه جدا، سواء على الفحم او في الفرن هتديكي نفس التست بتاع الحاتي. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا ليمون بقشره منزوع البذر عشان البذر هو اللي بيمرر، وعندي توم، وعندي فلفل الوان سواء اخضر واحمر، رومي وحامي. طبعا اللي مش بيحب الحامي ممكن يستغنى عنه. وعندي طماطم وعندي بصل. هضرب كل دوت في الكبه وبعد كده هرجع اقول لكم نكمل ازاي. بعد ما ضربنا الخلطه فضيها كده في البوله. المنكهات اللي عندي كاري وكركم وفلفل اسود وزعتر وكمون وكزبره ناشفه وحبهان بودر وجوز الطيب وكوبابا صيني، والملح حسب الرغبه. هحط معلقه هريسه اللي هو الفلفل الاحمر المطحون، عليهم كوبايه زبادي وكمان مستردة، واخر حاجه زيت وخل، واقلب كل دوت مع بعض. طبعا الخلطه دي تمشي مع اي جزء في الفراخ، مش لازم فراخ كامله، ممكن وراك، ممكن دبابيس، ممكن اجنحه، يعني ما تعطليش نفسك، المتاح بالنسبه لك شغال معاكي. هنزل بقى بالفراخ مغسوله كويس ومتنضفه بالملح والخل والدقيق والليمون. طبعا المعتاد بتاعي هسيبها ليله كامله في التتبيله، عشان كل ما هتقعد اكتر كل ما تتغلغل اكتر وبتطعم عندي احلى. انتي بقى لو مستعجله عليها تقدري تشتغلي فيها كمان ساعتين 3. وبعد كده هقول لكم طريقه تسويتها ازاي. بعد مرور ليله كامله في التتبيله انا مجهزه عندي الاير فراير، مسخناها الاول 3 دقايق كده قبل ما احط فيها الفراخ. اللي مش متاح عنده الاير فراي ممكن يحطها في الفرن يشويها عادي او على الفحم. وكمان هولع فحمايه بس قرب ما تستوي عشان اعمل لها التست بتاع التدخينه بتاعت الشوي. طبعا كل واحد وحسب النوع اللي عنده. انا هدخلها لمده نص ساعه، وما بين نص الوقت هقلبها على كل جنب شويه. بعد ما استوت عايزه اقول لكم طعمها وريحتها تحفه بجد، قلب المكان، مش هتفرقيها عن بتاعه الحاتي. انا للاسف ما صورتش خطوه الفحمه، اعذروني بقى، اعملوها ما تنسوهاش. يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.